كان ليه دور في انقاذ مرمى الزمالك في اكتر من كوره في النصف الثاني من الشوط الثاني باختراقات عجيبه جدا من دفاع نادي الزمالك. يعني شفنا كوره تمريره بينيه طلع عبد الواحد السيد والدفاع بيتفرج، شفنا كوره بترد للاعب من مهاجم يانج افريكانز يمكن لو نفخها هتخش جون، فعبد الواحد شالها. يعني طبعا يعني انت شايف اولا عبد الواحد عوض الهدف اللي دخل مرماه بالمستوى ده في الشوط الثاني، وبرضه هرجع تاني لخط الدفاع. يعني حاله السرحان دي اسميها ولا اسميها ايه؟ بص، عايزين نقول ان نادي الزمالك اخر ماتشين في الدوري دخل في 4 اهداف، ودي كانت نسبه كبيره جدا، مش ماتشين كمان، مباراه وشوط. مباراه الاسماعيلي ما كملتش، كان الشوط الاولاني. كان نادي الزمالك قعد حوالي 13 مباراه، يمكن من اقوى خطوط الدفاع، لكن حصل مشكله في المباراتين اللي فاتوا ان هم يخشوا فيهم 4 اهداف في ماتشين، فدي كانت مشكله بتاعت نادي الزمالك. وظل كان تالق عبد الواحد، يمكن عبد الواحد في الماتشات اللي فاتت ده قلل كتير جدا نسبه التهديف اللي جت من نادي الزمالك. النهارده طبعا بخبرته، النهارده بوقفته، يمكن هو الشوط الثاني فاق، بلغه الكوره بنقول فاق، لان الشوط الاولاني ما جاتش عليه حاجه خالص. يمكن على استحياء كده كانت بعض الهجمات، يمكن اللي جت فيه الهدف اللي جه فيه كان تقدير منه غلط، لكن الشوط الثاني الفرقه كلها بقت احسن من الشوط الاولاني. واعتقد برده زي ما اتكلمنا ان عمرو زكي وحازم فرقوا جدا مع نادي الزمالك، لكن عبد الواحد برده خلينا نقول ان هو صمام امان، لكن دي مش هتفضل دايما. نادي الزمالك ان لازم يبقى فيه حارس بديل. النهارده انت بتتكلم في عبد الواحد قعد الفتره اللي فاتت دي ما اتمرنش في الماتشات الوديه، ما لعبش مع عبد الواحد لانه كان مصاب، وبالتالي انت قعدت عمال تلصم فيه لغايه ما وصلت للمباراه دي، لكن مش كل مره هتلاقي عبد الواحد. فبالتالي دي مشكله بتاعت نادي الزمالك، ان كان لازم يكون في حارس مرمى ثاني. يمكن جنش طبعا ما عندوش الخبرات اللي هو ممكن يشيل نادي الزمالك في الفتره دي، فانا شايف ان كان لازم يبقى في حارس بديل. طبعا عبد الواحد متالق، والفتره اللي فاتت دي كان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، لكن مش هيفضل عبد الواحد يعني. بس مش هيفضل معاك عبد الواحد على طول. عبد الواحد يمكن هو عنده مشكله برضه ان هو الى حد ما بتحصل اصابات غصب عنه. انت عارف عبد الواحد عامل 2 صليبي، ودي برضه الله يكون في عونه ان هو ما شاء الله واقف على رجله لغايه دلوقتي، لكن لازم يبقى في حارس بديل لنادي الزمالك الفتره اللي جايه.